في الفيديو ده هنتكلم عن الشيفورليه افيو. العربية دي عربية متداولة كويسة، افضل من الفيرنا شوية. قطع غيارها رخيصة، سعر العربية نفسه الى حد ما كويس، متوسط مش عالي يعني. قطع غيارها كويسة، كل الناس بتشتغل فيها، صيانتها سهلة، تكييفها الى حد ما كويس، في ناس بتشتكي منه، في ناس بتقول عليه كويس. صالونها مش وحش. العربية ثباتها برضو متوسط، عزلها مش قوي، بس هي عربية كويسة على رينج سعرها. العربية دي بتبدأ من موديل 2007 لحد موديل 2020. من 2007 نزلت 2007 2008 2009 2010 لحد 2010 كده، بتعمل من 170 ل 200 ألف جنيه. ده لو مانوال. في ناس بتبقى العربية بتاعتهم مانوال وبيجيبوا لها قلبة اوتوماتيك وبيقلبوها اوتوماتيك، بس ما بتبقاش مفضله يعني، بتبقى شغاله كويسه بس ما بتبقاش افضل حاجه يعني. نخش بعد كده على موديلات من 2011 لحد 2015، ده فوق ال 200، من 200,000 ل 300,000. 2011 2012 2013 2014 2015، دي معظم الموديلات دي بتبقى اوتوماتيك. بتبقى الاوتوماتيك فيها بنسبه اكبر يعني، فبتعمل من تحت ال 300 وانت نازل كده، على حسب اللون، الرش، الفئه، العداد، الحاله، اوتوماتيك ولا مانوال. نخش بعد كده على فوق ال 300,000 جنيه، موديلات بقى من 2016 ل 2020. بتبقى العربيات لسه يعني حالتها كويسه، ماشيه 40,000 50,000 60,000، مش متبهدله، مش متهانه، مش محتاجه مصاريف. طبعا بتبقى بدهان المصنع من بره ومن جوه، بتبقى فتيس اوتوماتيك، بتبقى فوميه على الرخصه، بيبقى نازل فيها جنط الاصلي بتاعها 14، بيبقى سبور مش حديد عادي زي الشكل القديم. ده بالنسبه للافيو. هي الرينج بتاعها بتلعب من 160 الف جنيه لو مانوال لحد 200. بعد كده من 2011 لحد 2015 من 200 الف ل 300 الف. بعد كده من 300 الف ل 350 او 360. الموديلات اللي هي من 2016 لحد الموديل اللي وقفت فيه العربيه وبطلت تصنيع يعني، اللي هي 2020. هي عربيه كويسه وشغاله ومتداوله وكل الناس بتجيبها والى حد ما في الرينج ده هي كويسه. والميزه ان هي بتنزل بفتيس اوتوماتيك. في الرينج ده مفيش عربيات اوتوماتيك هتبقى كسر الزيرو او هتبقى موديلات عاليه بالرقم ده، الا المقابل بتاعها هتبقى عربيات مانوال بانواع تانية يعني، بنتكلم عليها في الفيديو الجاي.